السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ورمضان كريم وخرجت معطله. اليوم غادي نقدم معكم قنينطات ديال الرز كيجيو رائعين. بالنسبه للمقادير كناخذ 2 كيسان تاع العنبه ديال الرز. خديت الرز صفر. ما كنستعملش الابيض باش ما يتعجنش ليا في الورقه. كنرقدو 15 دقيقه في الماء بارد عادي. كناخذ من بعد واحد الطنجره كنضع فيها الماء وكنوضعها فوق النار وكنوضع فيها الرز من بعد ما صفيته من داك الماء اللي كان مرقد فيه، وكنخليه كيطيب مده ديال 15 حتى 20 دقيقه. هنا من بعد ما تسلق ليا الرز كنصفيه مزيان من الماء، كناخذ واحد المعلقه كبيره عامره ديال الزبده. كنضيف ليها واحد معلقه صغيره عامره مزيان ديال القرفه. كنضيف قبيصه ديال الملحه، وهنا اللي توفر عندها ماء الزهر كدير واحد ربع كاس او 2 معالق كبار ديال ماء الزهر. انا هنا ما كانش عندي. صافي كناخذ نيسلي. ضفت ليها واحد 2 معالق عامرين ديال نيسلي. انا نيسلي هنا خدمته غير في الدار، اللي بغات تشوفوا راه فايت حطيته في القناه. كنضيف 2 معالق كبار عامرين صافي وكنخلط الكل. هنا اللي بغات تزيد شي حاجه د المكسرات بحال اللوز يكون مقلي ومهرمش كتفسخوه وكتقليوه وكتهرمشوه، اولا كاوكاو. انا ما ضفتش حتى شي حاجه. هذا هو النسله اللي خدمت صافي. وهنا كنخلط الكل، كنخدم مزيان ديك الزبده مع الرز والقرفه. من بعد كناخذ ورقه ديال الفيلو كنقطعها على 2 بالطول، كنقطعها مستطيله، وكناخذ كميه ديال الرز كنوضعها وكنشكل منها سيكار. كنجمع ليها الجناب كما غتشوفوا في الفيديو. كنجمع ليها الجناب كنطويهم على الرز وكنبقى نلوي على شكل سيكار. هنا كنكون شعلت الفران، كنسخن الفران من قبل. ما كتلصقوا حتى بشي حاجه، فقط غير قبل الورقه كندهنوها بالزيت. سمحوا لي ما قلتها لكمش، انا الورقه ضروري كندهنوها بالزيت اولا الزبده اللي عندكم. هنا غادي نكمل القنيطات ديالي، غادي نعمرهم كاملين، غادي نوضعهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. غادي ندهنلهم الوجه بالزيت وغادي ندخلهم للفرن من التحت، نشعلهم من التحت نخليهم حتى كيطيبوا، وكنشعلهم الفوق كنخليهم يتحمر لهم الوجه ديالهم. هنا ما كيستغرقوش بزاف ديال الوقت في الفران لان الرز طايب، فقط غير كتحمر لينا ديك الورقه كتقرمش وكنخرجوهم. انا غادي نخليكم مع تتمه ديال الفيديو حتى نتلاقاو في الشكل النهائي اولا نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال القنيطات ديالنا ديال اليوم. كنغبروهم بشويه ديال السكر ثقيل وشويه ديال القرفه، كتزينوهم باللي متواجد عندكم. كنتمنى الحلقه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. بصحه وراحه، السلام عليكم.